في حاجة هنا مهمة جدا في الاناليسيز، بما اننا قلنا البرنامج ده ديزاين، حاجة اسمها الديزاين كونسترينز. لو انت واخد بالك في الاناليسيز تولز كده، في حاجة اسمها ديزاين كونسترينز. ايه بقى الديزاين كونسترينز دي؟ انا بحجم البرنامج او بحجم الشغل بتاعي بكونسترينز. بقول له لا السرعة تزيد عن كذا ولا تقل عن كذا، الكفر ما يقلش عن كذا ولا يزيد عن كذا، الميل بتاع الماسورة ما يزيدش عن كذا وما يقلش عن كذا، وهكذا بقى. هنشوف دلوقتي الدنيا عامله ازاي. طيب تعالى نمشيها واحده واحده كده. خلي بالك قبل برضو ما اخش فيها، في حاجه اسمها جلوبال كونسترينز، في حاجه اسمها لوكال كونسترينز. اللي انا بتكلم فيها دي الجلوبال ديفولت ديزاين كونسترينز، يعني لكل المواسير. طب افرض انت عندك ماسوره عايز تخليها لوحدها، يعني عايز تشذ عن الكونسترينز الموجوده دي، في ليها لوكال كونسترينز هنتكلم فيها ان شاء الله بعدين. تقدر انك، يعني مش معنى ان انت حطيت كونسترينز ان انت ما تقدرش تخلفها، لا انت تقدر تخلفها، انك تفتح اللوكال كونسترينز لبعض المواسير وتخليها تتبع الكونسترينز دي. هنيجي هنا في الفيلوسيتي. طبعا احنا عارفين ان مواسير الصرف الصحي ايه؟ اقل حاجه 6 من 10، واكبر حاجه 1.5. بالمناسبه السيمبل والتيبل معناها ان انت هنا سيمبل معناها انك هتستخدمها لكل المواسير، ولا عايز تعمل تيبل وتقول ان لكل قطر فيلوسيتي مينيموم وفيلوسيتي ماكسيموم. هقول له لا يا عم، ده مش لكل قطر فيلوسيتي مينيموم وفيلوسيتي ماكسيموم، ده هي ثابته لكل المواسير 6 من 10 وواحد وايه، 1.5 زي الفل. طيب الكفر، الكفر بيقول لي هنا كده، انت عايز تقيس الكفر للبايب سوفتت ولا للبايب كراون؟ ايه الفرق ما بين البايب سوفتت والبايب كراون؟ انتوا عارفين الكراون، مفيش مشكله. اه. طبعا عارفين الكراون اللي هو المنسوب الراسم العلوي للماسوره. السوفتت دي لما ناخدها ان شاء الله في الكتالوج حتى، احنا بندخل سمك للماسوره. فلما لو دخلنا سمك للماسوره بيقيس لي لحد، مش عارف ارسمها لكم ازاي، ممكن نعمل عشان بس تفهموها معايا. ممكن نعمل وايت سكرين. تيجي منين تيجي منين؟ بسم الله. طيب انا كده هرسم، لو واضحه معاكم قولوا لي، في حاجه ظاهره معاكم؟ تمام تمام، صوت طيب باشمهندس. دي الماسوره اهي، ده الكراون بتاعها. احنا عشان ندخل الماسوره احنا بنشتغل في الصرف الصحي وفي الميه. لما بيجي نعمل ديزاين بنعرفه القطر الداخلي للماسوره، لان ده اللي الميه هتمشي فيه، فده اللي هيحدد السرعه ويحدد كل حاجه. فلازم ندخل له ليه القطر الداخلي للماسوره. طب لو انا دخلت له السمك بقى عشان يعرف يجمع ويجيب القطر الخارجي، ده السمك اهو، ده السمك بتاعي. دي كده البايب كراون اللي انا مشاورت عليه. فوق هنا كده دي البايب سوفت. عرفتوا الفرق بقى؟ يبقى لو هو هيقيس، لو انت هتدخل له سمك الماسوره في الكتالوج، لازم تقول له قيس لي لحد البايب سوفت. ليه؟ لان ده سمك الماسوره، هو المفروض يقيس لك الكفر فوق الماسوره. طيب لو انت هتدخله قطر خارجي كامل، وده بعض الناس بتعمله ما بيفرقش معاها، يعني هو طبعا بيفرق، هيفرق جامد وهقول لكم هيفرق ازاي. لو انا هدخله القطر مثلا 500 ك 500، مش هيفرق معايا اقول له اصلا كراون ولا سوفت، مش هتفرق خالص. انما لو قلت له ال 500 دول الداخلي بتاعهم 470 والسمك ده هيحقق لي ان هي تيجي 500، لازم اقول له قيس لحد الايه، لحد السوفت. واضحه كده يا شباب؟ واضحة تمام. طب كويس جدا. نلغي بقى ده كده. طيب نرجع تاني، احنا عايزين نشيلها نعمل ايه؟ كلير، كلير، كلير. كويس جدا. ماشي. طيب احنا كنا فين؟ كنا بنقول ايه؟ كنا في الديزاين كونسترينتس اهي. طيب الكفر بتاعنا هنا اتفقنا ان هو الكفر هنعمل له سوفتت لو احنا هندخل السمك بتاع الماسوره. ولو مش واضحه برضو معاكم، يعني حد مكسوف ان هو يقول، هنقولها تاني لما نيجي في الكتالوج ان شاء الله، هتوضح اكتر في الكتالوج. نخليها دلوقتي زي ما هي، اركنها على جنب وهنرجع لها تاني. الكفر برضو، هل انت عايز لكل قطر كفر مينيموم وماكسيموم؟ لا انا مش عايز كده طبعا. انا عايز الكفر المينيموم يبقى متر 20. الكود بيقول لي الكفر المينيموم فوق الماسوره متر 20 زي ما اتفقنا وزي ما خدنا في الايه، في الشرح بتاع السيور سيستم. الكفر ماكسيموم ده بقى يعني بيفرق. يعني مثلا في ناس تقول لك خليه 5 متر، في ناس تقول لك 6 متر،
في بعض الدول الخليج والكلام من ده بيفتحوه عادي، يشتغل الكفر كبير جدا، ما عندناش مشكله، ممكن يوصل ل 12 متر. فلا احنا هنا في مصر بنوصل لحد 6 7 متر كدبس لحد الاوت فول. يعني بنخاف جدا، يعني الاوت فول ذات نفسه اللي هو البامب ستيشن لو وصل ل 7 متر بيبقى الدنيا سودة. يقول لك لا ده تنفيذيا هيبقى وحش، هيبقى رخم، هيحتاج مجهود ويحتاج وطبعا تأمين وكلام من ده، عشان خاطر في مشاكل كتيرة في التنفيذ يعني بمعنى صح. فاحنا بنخليها 5 أو 6، وساعات بنوصلها ل6 يعني، بحيث حتى ان لو القطر طلع معاك 1000 يبقى 6 و1000 ايه، أو 6 ومتر يعني، يبقى 7 متر في النهاية. تمام يعني تمشي يعني. فاحنا بندخلها 6 لحد ما نشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي. طيب خش بقى على السلوب. الميل بتاع المواسير. الميل بتاع المواسير بقى ده له، بص خلي بالك فيه، مش واخد بالك من حاجه. فاكرين المتر على الكيلومتر، اللي المتر على المتر اللي احنا عدلناها في البدايه، لو انت ما عدلتهاش في الديفولت متر على الكيلومتر هتفضل معاك متر على المتر. وطبعا بعض الناس ايه، تنسى ان هي متر على متر وتروح مدخلها مثلا 5، على اعتبار ان هي 5 متر في الكيلو، وتيجي تحل تلاقي الدنيا بايظه معاها خالص، تروح تدور على المشكله فين، هتلاقيها الوحده بس. فما يغركش، دايما اتاكد من الوحدات، لان الوحدات فيه بتحصل منها مشاكل كبيره جدا. طيب انا عايز الميول، لا انا عايزها تيبل. طب عايزها تيبل اللي انت اللي بتحدد لي ولا مين اللي قال لي؟ يعني انت بتقول لي كده من نفسك؟ لا مش بقول لك كده من نفسي، بناء على الكود. الكود بيقول لك ان كل قطر فيه ايه، في ميل مينيمم وفي ميل ماكسيمم. طب بناء على ايه الميل المينيمم؟ المينيمم اللي هو بيحقق سرعه التنظيف الذاتيه. يعني الكود محدد لك مثلا لقطر 200 مللي 3 وربع متر في الكيلو. طب هتقول لي هو محدد لي الماكسيموم؟ لا هو مش محدد الماكسيموم. الماكسيموم ده احنا بنعرفها ازاي؟ بنعرفها عن طريق السرعه. واحنا اتفقنا ان كلمه الميل المينيموم والميل الماكسيموم ده تعبير مجازي، معناه ان السرعه هتبقى مينيموم امتى وماكسيموم امتى، هي اللي بتحدد الميل. فالسلوب المينيموم هو محدده لي، قايل لي ان دي سرعه التنظيف الذاتيه عند 3 وربع متر في الكيلو عند ال 200 مللي. يعني مثلا لو احنا قلنا 200، هنقول هنا 3 وربع. الماكسيموم ممكن اسيبه افتحه، يعني اقول له مثلا 100 متر في الكيلو. ممكن بعض الناس يقول لك ايه، لو انا عندي الارض منبسطه يبقى الافضل ان انا امشي كله مينيمم، فاعملها 3 وربع 3 وربع. فانا كده حجمته، لا ما يقدرش يختار لو الماسوره هيصممها 200 اكتر من 3 وربع، ما يقدرش يعمل كده، لازم يختار ال3 وربع، مش هيعرف يختار اكتر من كده. وانا مش عايزك برضو، مش عايزك ان انت مش انا عشان بشرح لك برضو الكلام اللي احنا بنطبقه في مصر انك تحفظ معايا، مش عايزك تحفظ. يعني انا بقول لك دلوقتي دي كونسترينز، انا ممكن اعدلها. يعني ساعات بيجي لنا كده كود، او يجي لك مواصفات. يعني دلوقتي مثلا اللي احنا بنتكلم بالمناسبه، العاصمه الاداريه الجديده عاملين لها مواصفات لوحدها. اي نعم المواصفات اللي فيها بتتبع الكود المصري، بس فيها بعض الحاجات اللي لوحدها. يعني ايه، حاجات كونسترينز اعلى شويه بمعنى صح. فانت ممكن تستخدم كونسترينز هنا مختلفه، خصوصا في الحاجات اللي هي بتاعه المطر والكلام من ده والميه. يعني مثلا انت تلاقي الكود المصري في الميه يقول لك حقق لي بريشر من 2 ل 3 بار. في العاصمه يقول لك اقل حاجه مثلا 4 بار ولا 4.5 بار. تمام. فهو في حاجات مختلفه، احنا مش عايزين نحفظ الكونسترينز، احنا عايزين نعرف ان احنا ممكن نتحكم في ميل كل المواسير عن طريق السلوب ده، وانا اقدر ادخل الايه، الرايز بتاعتي او الدايمتر بتاعي هنا. طيب افرض انت مدخل القطر عندك داخلي، برضو مش عايزك تحفظ ان دي 200 فتدخل 200. انت ممكن تدخلها 200 والدنيا ما تشتغلش معاك، بس انت ممكن تكون مدخل الداخلي بتاع ال 200 180 مثلا، فلازم تدخل هنا ال 180. وهعرفك برضو ازاي تجيب الداخلي وتحسب الداخلي ازاي. طيب فانا دلوقتي عرفت، جبت الاقطار بتاعتي 200 300 400 وهكذا، على حسب الاقطار اللي انا هستخدمها. عشان تبقوا عارفين ان اللي موجود في السوق 200 250 300 400. 350 مش متداول، ال 400 اللي موجود، وال 500 حتى ال 450 مش متداول، ال 500 هي اللي موجود اكتر. ال 600 موجود، 700 800 900 ألف. اللي انا قلت ده، القطر اللي انا قلته ده قطر بيسموه ايه، قطر تصميمي. يعني انا بصمم بيه، يعني هو حتى مش الداخلي، بس هو اسمه قطر تصميمي. عشان خلي بالك ممكن حد يسألك يقول لك ايه الفرق بين القطر الاسمي والقطر الداخلي، او الاسمي ده وهو تصميمي، والقطر الخارجي. في قطر خارجي خلي بالك. فالقطر الخارجي ده يعني ممكن تلاقي مثلا ال 300
القطر الخارجي بتاعها 315 بس التصميم بتاعها 300. احنا بنقول عليه في الديزاين 300. يعني انت لو هتخرج لوحات ديزاين تخرج القطر 300، الراجل بتاع التنفيذ الشوب دروينج يخرجها 315. طب البرنامج هنا لا، مش داخله 300، دي داخله 280. طب ال 280 دي ايه؟ دي قطر داخلي. هو ده الفرق بقى. يبقى القطر التصميمي اللي الراجل بتاع الديزاين بيطلعه هو ال 300، القطر التنفيذي اللي هو او الخارجي اللي هو 315. انت بتدايزن على ايه؟ انت مش بتدايزن على القطر التصميمي، لا، انت بتدايزن على الداخلي علشان خاطر هو ده اللي ماشي فيه الميه. تمام كده؟ طيب كده اعتقد الاسلوب واضح انك تقدر تدخل. ممكن تتحكم في دي زي ما قلت لك، تكبرها براحتك، عايز تخليها ثابته براحتك. كده كده انا اقدر اتحكم في مواسير معينه. لو انا لقيت الارض فيها الميل بتاعها عالي ممكن اروح افتح اللوكال كونسترينز ليها وهنعرفها ان شاء الله مع بعض. طيب احنا بنستخدم هنا 3 تابس دول، مش بنستخدم اكتر من كده: الفيلوسيتي والكفر والسلوب. ده بالنسبه للايه؟ للجرافتي باي. طب النود اللي هي المانهول، انت عايز توصل المواسير في المانهول انفرت تو انفرت ولا كراون تو كراون؟ انا مواسير صرف صحي يبقى كراون تو كراون. وزي ما اتفقنا الشغل الدارج كده، او يعني مش الشغل الدارج ده، كل الشغل كده ان انا بوصل المواسير كراون تو كراون علشان دايما اضمن ان الانفرت بتاع الماسوره الصغيره بيبقى اعلى من الانفرت بتاع الماسوره الكبيره. يعني كل ما الماسوره تسلم ماسوره دايما الانفرت بتاع الاقل اعلى من الانفرت بتاع الاكبر. طيب هل في مواسير بتتعمل انفرت تو انفرت عشان برضو ما تجيش تبص على حاجه متنفذه ولا حاجه متدايزنه وتلاقي انفرت تو انفرت وتقول ده الراجل ده ما بيفهمش؟ لا، في انفرت تو انفرت عادي جدا، بس مش في مواسير الصرف الصحي. ما تنفعش في مواسير الصرف الصحي، تنفع في مواسير شبكات المطر، ممكن يعملها انفرت تو انفرت عادي جدا. مفيش فيها مشكله يعني. طيب احنا هنا شغالين شبكه صرف صحي فنشتغل كراون تو كراون. ماشي. طبعا الماتش لاين اوفست ده انت عايز بقى تخلي كل ماسوره تنزل عن الماسوره اللي قبلها نص متر 3 من 10. لا، احنا مش بنعمل كده. انت كده يعني هتقرف الراجل المنفذ انك كل شويه تعمل الماتش لاين اوفست ده. لا، مفيش الكلام ده، انت بتوصلها كراون تو كراون على طول. طيب ايه الالاو دروب ستراكشر ده بقى؟ يعني بيقول لك انت لما الاقي عندك منسوب انفرت هيسلم انفرت بعده والفرق ما بينهم اكتر من متر، اعمل لك دروب ستراكشر ولا ما اعملش؟ بمعنى ان هو مثلا جه لقى خلينا نرسمها برضو من هنا اهو. الراجل جه ماشي بالماسوره، جه لقى الارض عنده هنا تمام، جايبه له المنهول بالمنظر ده اهو. دي الماسوره اللي رايحه على المنهول ده. طيب جه لقى الارض هنا واطي قوي، ارض في المنطقه دي، فهل هو يعمق المنهول ده كده وياخد الماسوره من هنا؟ فعمل فرق ما بين الانفرت ده والانفرت ده اكتر من 1 متر، فبقى دروب ستراكشر. اعمل لك كده؟ قول له اه اعمل لي كده، ده الصح. في بعض الناس يقول لك لو انت شلت دي بقى اعمل لك ايه؟ ساعتها هيعمل ايه؟ هيوطي الماسوره دي غصب عنه لان الارض هنا حكماه، فالماسوره دي هتتلغي والماسوره دي هتنزل في النهايه. شوف بقى الماسوره دي تاثيرها ايه على اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها. طبعا كلهم لازم يسلموا بعضهم، مفيش دروب ستراكشر، فالاعماق بتاعه المانهولز هتبقى كبيره جدا على طول الشبكه. لا، انا اسمح احسن بالدروب ستراكشر، تكلفته بتبقى اكبر شويه من المانهول العادي، بس ما اعمقش كل المطابق، ما يبقاش عملت مصيبه في الشبكه كلها. الافضل ان انا اخليه دروب، وساعتها الحته دي هتتعمل دروب بس، وده هيوصل يعني غالبا في بعض القرى بيتعمل الاخير او قبل الاخير واللي قبله، يعني على حسب برضو الارض. في المدن والكلام من ده انت بتبقى انت اللي عامل الارض وانت الراجل اللي عامل الطرق، عامل جريدنج كويس وعامل مناسيب كويسه، فغالبا مش بيطلع فيها دروب ستراكشر قليل يعني. انما القرى طبعا انت عارف تبقى تلاقي واحد معدي الشارع ده والتاني الشارع بتاعه عينه واطي، الدنيا مش مظبوطه، فبيضطر يلجأ للدروب ستراكشر ده وقتها يعني. ماشي، خلينا نمسح بقى ده. واضحه كده يا شباب الدروب ستراكشر دي معناه ايه؟ مظبوط تمام. طيب هو عشان كويس. السؤال معلش، اتفضل يا هو مش معنى ان انا افتح الدروب ستراكشر يبقى انا احسن لي ان انا افتح الماكسيمم افتح الماكسيمم ايه؟ سلوب عشان ما يحصلش دروب ستراكشر كتير. عادي جدا اه، ممكن تفتح في الكلام اللي انت بتتكلمه ده يا مازن لو الارض عندك مناسيب فعلا مختلفه، يعني الارض مش مم. منبسطه، فانت هتفتح الماكسيمم تمام. سلوب. بس عارف انت لو عملت كده هيعمل ايه الراجل؟ هيعمل ايه هنا؟ هيختار له كل مم. ماسوره ميل. يعني مثلا
هيجي يحسب الاس جراوند ما بين المانهول ده والاس والمانهول ده، لقاها مثلا 5 متر في الكيلو، اللي هو الميل بتاع الارض. فهيختار افضل حل للماسوره دي 5 متر في الكيلو. يجي على الماسوره اللي بعدها يلاقي افضل حاجه ليها 5.5، واللي بعدها يلاقيها 5 وربع، اللي بعدها يلاقيها 5.2. هتيجي انت بقى تروح للراجل بتاع الشوب درونج، لو انت بتعمل شوب درونج المقاول هيروح ماسك اللوحه مم. مقطعها، هيزهق. ليه؟ تمام. لان انت ماشي له كل 30 متر ولا كل 50 متر حتى ميل مختلف، الراجل عايز يشد خيط مره واحده يظبط الميل بتاعه. فالافضل هنا ان انا ما افتحش، حتى لو فتحت ارجع اشيك، يعني حتى لو انا فتحت الميل ده وخليته وليكن 50 والراجل يحسب لي براحته، ارجع ابص على المواسير، هل المواسير كلها ميول مختلفه؟ لا، ده كده ده انا هنضرب بالنار، فاهمني؟ لا، ده تمام انا ارجع فهمت. ابص على المواسير واظبط اللوكال كونسترينز بتاعها، احجمها، اخليها مثلا الافضل بتاعها كله ياخد 5. ساعتها الخمسه فعلا مش هتجيب له دروب ستراكشر، وهيبقى ميل كويس، السرعه فيه كويسه، وزي ما انت قلت مش هيبقى فيه دروب ستراكشر يعني. تمام كده؟ يا باشمهندس، يعني انا لما بربط المينيمم بالماكسيمم كده اخليهم الاثنين، اثبتهم الاثنين واحد كده، وهيرتبط بالاسلوب ده بس. اه بالظبط، هيختار ال3 وربع بس، ما عندوش اختيار تاني. انما لو فتحتها له هيظبطها هو بمعرفته، يعني هيشوف الجراوند ليفل ميله قد ايه، ميل الارض قد ايه، ويظبطه على اساس الميل بتاع الارض. تمام. فاهمني كده؟ واحنا هنشوفها ان شاء الله مع بعض، هنجربها كده وهنجربها كده، وهنشوف برضو اللوكال كونسترينز ازاي نتحكم فيها. طيب ناقصنا ايه في اللوكال كونسترينز تاني اللي بنتعامل معاه؟ البارت فول ديزاين. على ايدك اليمين كده في حاجه اسمها البارت فول ديزاين. لو ما فتحتش البارت فول ديزاين دي هيصمم لك ماسوره الصرف الصحي على انها 100% مليانه، يعني ما فيش فيها ايه، ما فيش فيها مساحه للتهويه. انت طبعا خدت الدي على الدي، وانت عارف انها لازم تبقى دي على الدي، فلازم تفتح بارت فول ديزاين دي، انا عايزها تبقى مليانه بنسبه معينه. برضو هنا على حسب بقى انا عايز اعملها سيمبل ولا تيبل. ممكن انا من الخبره انا بصمم مواسير وعارف انها مش هتزيد عن 700، انا عارف ان القريه دي ولا الكومباوند ده مش هيجيب لي اكتر من 700، فانا مسموح ليا لحد 700 كود. وارجعوا للكود اتاكدوا من المعلومات اللي انا بقولها برضو، عشان ممكن الواحد ينسى، لازم ترجع للكود دايما وانت شغال. لحد 700 اعتقد 75% ممكن تبقى مليانه لحد 75%، اكتر من 75% 90%. وخلي بالك ده بيعتمد برضو على نوع الشبكه، يعني برضو ارجع للكود في الحته دي. انا عايزك ان شاء الله لما تيجي تصمم، عايز نفتح الكود مع بعض ونطلع المعلومات كمان بنفسنا ان شاء الله. فهو بيقول لك الكود بيحدد لك انت شغال على شبكه سيبريت ولا كومبايند. ده لو سيبريت لحد 700 مللي نسبه الامتلاء كذا، اكتر من 700 مللي نسبه الامتلاء كذا. طب لو هي كومبايند برضو هديك نسب، لو هي لحد 700 اكتر من 700. ممكن حتى احنا نعملها كتيبل بقى، لو احنا عارفين ان فعلا المواسير بتاعتنا هتبقى اعلى من ال 700، ممكن ندخل لكل ماسوره نسبه امتلاء، يعني مثلا اقول 200، طبعا هتدخلها هنا داخلي برضو لو انت مدخلها داخلي، 300 مثلا، 400، 500، 600، 700، 800 مثلا. خلينا نقف لحد كده. هاجي انا هنا اقول له 75، ماشي اهو، واجي هنا كده على فوق ال 700 اعمل ايه؟ اعمل 90. يبقى انا كده حجمت كل ماسوره. ممكن انا اقول لك صمم على 30، على بتاع ده تلتين الماسوره، ساعتها هتقول 66 و67% مثلا، فاهمني؟ فبقول لك الحاجات دي برضو مش عايزك تحفظها، انا عايزك تبقى عارف ان انا بدخل هنا نسب الامتلاء بتاعه المواسير وهكذا بقى. ماشي يا شباب؟ فدي اكتر حاجات انا بشتغل عليها. طبعا الجزء ده كده انا مش بعمل مواسير يعني كذا ماسوره. انت بتعمل ماسوره ممكن على فكره تتعرض لها في شغل، يعني ممكن يجي يقول لك انا عندي منهول مستطيل هيخرج منه 5 مواسير، وساعتها ممكن ما يسموهوش منهول، ممكن يسميه حاجه تانية. فانت عايز تمثل ال6 مواسير دول، فهتقول له ده انا عندي 6 مواسير، 6 فرعات على التوازي خارجين من نفس المنهول ده. احنا مش بنعمل كده هنا، ده احنا عارفين ان دي شبكه عاديه، هي ماسوره واحده مش كذا ماسوره. في حاجه تانية كمان ممكن يتحكم فيها، الليميت سيكشن سايز، يعني مثلا انا اقول له ما تزودليش عن 500، وطبعا احنا ده مش بنعمله برضه. يعني احنا يعني اغلبيه الشغل احنا مش بنقول له ليميت، احنا عايزينه نصمم، فعايزينه يجيب لنا القطر المناسب. انما انت لو قلت له ليميت مش هيكتر عن كده، اخره مثلا 500، فاهمني؟ فدي برضو حاجه احنا مش بنتعرض لها، لا دي ولا دي. ممكن تتعرضوا لها ان شاء الله في شغل، ربنا يكرمكم كده ان شاء الله لما تشتغلوا تعرضوا لها في شغل خاص شويه، يعني مش كل الشغل يعني. ده كده كانت ديزاين كونسترينز. في حد عنده مشكله فيها ان الديزاين كونسترينز دي لو ما فهمناش احنا بنعمل ايه
مش هنفهمها في اللوكال، لان هي زيها بالظبط هتبقى في اللوكال، بس بفروق ان احنا بنتحكم في عده مواسير فقط. واضحه كده يا شباب؟ تمام. هو باشمهندس الرايز ده هو القطر الداخلي صح؟ بالظبط. وده برضو حلو. بيعتمد على انك مدخل في الكتالوج ايه. هوريك الكتالوج دلوقتي. تمام. لو انت مدخل في الكتالوج القطر اللي هو التصميمي من غير ما تدخل الداخلي والسمك بتاع الماسوره، هتضطر هنا تدخله القطر التصميمي. يعني لو انا مدخله في تمام. الكتالوج 200 هتدخله 200 زي ما هو. ماشي؟ طب تعالى تمام. نقفل.